طبعا الحادثه اللي هنتكلم عليها دي فيها كتير جدا من الاشاعات، وان في اخوان هم اللي بيستهدفوا اخواتنا المسيحيين وكلام كتير في القبيل ده، ولكن الموضوع مش كده تماما. اهلا بيك في قناه كريمي تيلز اللي بتجيب لك القصه بالكامل بعيدا عن الاشاعات وكل ما هو غير صحيح. تعال نشوف ايه الحكايه. في الساعه 12 منتصف الليل يوم 19 يوليو 2025 بمنطقه اسمها ناهيه حي بولايه دكرور بالقاهره. طبعا مايكل عايش هناك مع اسرته، وكان خارج علشان يجيب لابنه الرضيع اللبن اللي عنده 6 شهور اسمه مارسيلينو. وكان احمد ده جاره وكان متربص له على مدخل باب بيته شبه ما شفته في الفيديو. وكان مايكل على خلاف معاه قبل كده انه ما يبيعش حاجات وحشه قدام بيته، وفضل يضرب ضربات متتاليه وعشوائيه على مايكل لحد ما توفى في لحظه. وكان احمد ده متعاطي شابه، بيقول في اعترافاته والله كنت مقرف شويه وما كنتش طايق حد. وعشان تعرفوا بس، هو كل المشاكل اللي بتراودنا لحد دلوقتي هي المخدرات. كل حاجه فيها حادثات قتل او كده دايما تلاقي الجاني متعاطي الشابه او اي مخدر من المخدرات. بس تعال نكمل في موضوعنا. وبعد ما فضل يضرب مايكل ضربات عشوائيه ومتتاليه، فضل يشوح بالسلاح الابيض ويزعق لاي حد يتدخل، وما توقفش بس عند قتل مايكل، ولكن اقتحم صيدليه الدكتور روماني. داخل صيدليته فضل يضربه طعنات غائره في البطن ادت الى خروج احشائه بشكل مروع لاي حد شاف المنظر، وتم نقله الى العنايه المركزه في حاله حرجه جدا. وفضل يجري في الشارع وطعن شخص جاره تاني سامح عز الدين في دراعه، وفضل يعمل افعال وحشه جدا افزعت الجيران. واحمد فضل يزعق بصوت عالي في الشارع ويقول انا قتلت 3، وفي حاله جنون مظاهره واضحه. فضل يشوح بالسلاح الابيض اللي معاه لاي حد يقرب منه بعد تنقله بالعنف والهلع لكل الجيران. ما سكتش كمان، بدا يقتحم شقه جاره ليه اسمها الحاجه جمالات، وحبسها هي وابنها سيد داخل اوضتهم نص ساعه. وفضلت الحاجه جمالات تصرخ في واحد حابسنا هنا لحد ما الداخليه جت وقبضت عليه. وفي الوقت ده الداخليه عرفت تقبض على احمد الجاني بعد ما فضلت تطارده 3 ساعات. وطبعا ودوا مايكل مستشفى القصر العيني، لكن الضربه في الرقبه كانت قتله، واعلن وفاته الاطباء بعد وصوله على طول للمستشفى. والدكتور روماني والضحيه سامح فدخلوا من العنايه المركزه، وكانت حالتهم صعبه جدا. وطبعا ابو مايكل اسمه عم فريد كان في حاله من الهلع والصدمه الكبيره، وكان بيقول انا لقيت الناس بتناديني وتقول ابنك اتقتل ودمه متصفى على الارض. والاشاعه بتاعت ان في اخوان وهم اللي بيستهدفوا اخواتنا المسيحيين، لكن عيب نقول كده لاننا كلنا تحت رايه وطن واحد. لو مصر جالها حاجه دلوقتي هتلاقي المسلم مع اخوه المسيحي مفيش تفرقه، ولكن ده مش صح تماما نقول كده. هو عدونا الاول والاخير، واللي بيسبب كل الدمار ده هو المخدرات. اللي بيتعاطى المخدرات بيتحول من بني ادم لوحش بيقتل في اللي رايح واللي جاي، وبالذات الانواع الجديده. في كل يوم والتاني بنصحى على خبر قتل شبه مايكل، واحد قتل مراته، اخ قتل اخوه، شاب قتل امه. كلهم بشر زينا، كانوا عايشين وسطينا بيضحكوا بيحبوا وبيشتغلوا، لكن في لحظه اتحولوا لحاجه تانيه خالص. ما بقوش بني ادمين. ليه؟ علشان حبايه، علشان مخدرات، علشان دماغه كانت مش واعيه. كل مره نسمع الجمله دي انا مش فاكر انا عملت كده ازاي، بس هي الكارثه حصلت والدم اتسكب والحياه اتغيرت ومفيش رجوع. كل فتره والتانيه نسمع عن جريمه مرعبه تكسر القلب وتخلي الواحد يخاف على نفسه وعلى اللي حواليه واللي بيحبهم. ولما تبص على السبب تلاقيه دايما متكرر، المخدرات. نفس السيناريو، نفس النهاية، ضياع، موت، سجن، دموع وندم، بس بعد فوات الأوان. الناس مش مدركة إن المخدرات مش بس بتخرب الدماغ، دي بتشيلك من على وش الدنيا وتحطك في حفرة بتحولك من بني آدم لإنسان ما عندوش قلب، ما عندوش رحمة. لما الحاجة اللي المفروض تحميها تقتلها بإيدك. الرسالة اللي لازم نعرفها ونفهمها كويس، أي بيت مفهوش وعي ممكن يتحول في ثانية لساحة جريمة، وأي شاب مفيش حد جنبه يسمعه ويحتويه ممكن يبقى القاتل أو الضحية. احنا مش بنحكي القصص دي بس علشان نتفرج على المأساة، احنا بنقولها علشان نفهم ونتعلم ونلحق اللي لسه ممكن نلحقه. لو عندك حد في حياتك شكيت لحظة انه بيقرب من الطريق ده، ما تسكتش، ما تسيبوش. كلمة منك ممكن تنقذ حياة، ممكن تمنع كارثة. خلوا بالكم من نفسكم ومن اهاليكم ومن اللي بتحبوهم، لان الجريمه اللي جايه مش شرط تكون في النشره، ممكن تكون في شارعكم. لو انتشر الوعي بين الناس الحياه تبقى سلميه وجميله جدا، ومش هنلاقي كل يوم جريمه كده. لان حدوث اي جريمه نابع عن جهل ونابع عن ابتعاد النصيحه لصاحب الجنايه. ولازم تنصح اي حد بتحبه، اي حد عاوز نصيحه، دي مش مبالغه، دي حقيقه، وانت ممكن تكون سبب في نجاة شخص ما. القرار في ايدك، تبدأ من دلوقتي. تقدر تساعد حد بالنصيحه، ساعد. هتقول له والله خايف من رد الفعل، هقول لك اكسب ثواب. ما لو مثلا انت قمت بالنصيحه وغيرك قام بالنصيحه، الحياه هتبقى جميله جدا بعيد عن اي فتنه واي حاجه حرام او غلط في مجتمعنا.
وما تنساش تنشر الفيديو في كل حته، ابعته لاصحابك ولقرايبك علشان الناس تعرف وتفهم إيه اللي بيحصل حواليها. وبس، دي قناه كريمي تيلز، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه علشان تنضم لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.